لقب جديد أضافه شباب الظاهرية لخزائنه، لقب توج به نفسه زعيما للكرة الفلسطينية، لقب جاء بعد موسم طويل وعناء شاق. لقب تاريخي أكد به علو كعبه في المنافسات المحلية، لقب جديد زين قمصان فريق شباب الظاهرية بعد فوزه بدور المحترفين للمرة الثانية، صراع استمر حتى الجولة الأخيرة في المحترفين، وفي نهايته نادى باسم الغزلان: أنتم الأبطال. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله أول شيء، وهذا فضل من الله عز وجل. أنا بهدي للجمهور، هذا طلع الجمهور، ما فيش حكي يعني. جمهور زي هذا بيستاهل البطولة، والحمد لله رب العالمين. أنا فخور وسعيد إنه أول موسم لي بالدوري الفلسطيني الكامل، حرزنا بطولة فلسطين، شيء عظيم، شيء كبير، الحمد لله رب العالمين. في الجولة الأخيرة للمحترفين صراع ثنائي على اللقب بين الظاهرية وبلاطة، ونقطة واحدة تفصل بينهما لمصلحة الأول، فوز وإن جاء متأخر على تراب هدفين، إلى أن الهدف كان كافيا لمنح اللقب للغزلان، فالجماهير زحفت صوب الميدان وهتفت ونادت وشجعت، وكل ذلك من أجل العيون الخضراء واللقب الغالي الذي تفتح معه أبواب آسيا. والله كل الطريق كانت صعبة. أول شيء الفضل لله، أول شيء الحمد لله، وكل التحية للجمهور هذا اللي أجى كل الوقت معنا. عناب استحنا على بلاطة، كان كل الجمهور والله بيستاهل الجمهور هذا يعني. الحمد لله قدرنا نحقق اللقب الثاني لدوري جوال المحترفين هذا الموسم. صراحة أنا فخور بهالإنجاز، يعني اللي الظاهرية أول مرة بتكسر هذا الرقم، إنه ما فيش ولا فريق حقق دوري جوال المحترفين المرة الثانية. في الظاهرية عشق كرة القدم يفوق الخيال، بلد تقف خلف فريقها، فاليوم هو موعد لقاء الختام، والجماهير تخرج للشوارع قبل الموعد بساعات طويلة، زينت الوجوه ورفعت الرايات، واستعدت السيارات بنقل الأطفال والشباب والفتيات، وكل مواطن هناك إلى المدرجات. لمدة 4 أيام متواصلة مع لياليهم ما وقفنا شغل بتاتا. ممكن الشباب عانوا من إرهاق في آخر يوم، لكن بالنهاية إن شاء الله الرسالة اللي حابين نوصلها، أو عدة الرسائل اللي حابين نوصلها، بتستاهل التعب، بتستاهل الأعمال الشاقة اللي عملهم الشباب اللي بيتعبوا عليها زي ما أنت شايف. طبعا اليوم بالمباراة راح تشوف عدة رسائل موجهة لعدة أشخاص أو لعدة جهات، منها رسائل للاحتلال الإسرائيلي، منها رسائل للعالم بأجمع. بنضل نشجع حتى الممات، بنشجع فيه عمري بعطيه، والغزلان الله يخليه. التراس غزلاني له نصيب من اللقب الثاني، فهو من يصل قبل ساعات للملعب، يزينه، يستعد للموقعة، يحمل معه الرسائل المختلفة، يتحمل عبء المدرجات، يفكر ويبتكر، فمع كل مباراة يكون فيها شباب الظاهرية طرفا. انتظر الجماهير الغفيرة وانتظر إبداعاتها التي فقط مرات كثيرة إبداعات عربية وعالمية، وتناولتها الأخبار والصحف في عناوينها الصباحية. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.